فيلمنا النهاردة بيبدأ بحكاية قديمة من الماضي، وفي الحكاية دي بنروح لقرية مهجورة وبنشوف أهلها مرعوبين جدا، وده بسبب الشياطين اللي كانوا بيظهروا من تحت الأرض وبيسرقوا الأرواح وبينقلوا قوتها لملكهم اللي اسمه كيما علشان يتغذى عليها. وبسبب اللي بيحصل ده أهل القرية بيفقدوا الأمل وبيكونوا مستسلمين تماما لمصيرهم المجهول. لكن في الوقت ده في 3 محاربات بيظهروا علشان يدافعوا عن أهل القرية، وبيبدأوا يطردوا الشياطين باستخدام صوتهم وأغانيهم عن الشجاعة والأمل، وقدروا إنهم يصنعوا درع اسمه الهونمون علشان يحمي العالم من الشياطين. وبنعرف إن الدرع ده قوي جدا وإن مفيش أي حد يقدر يخترقه، وبسبب كده الشياطين ما بقوش قادرين يهاجموا البشر مرة تانية. وفي كل جيل بيتم اختيار 3 محاربات جدد، وده علشان يحموا البشر وينقذوا العالم من الشياطين، وكمان ينفذوا أعظم مهمة وهي صنع درع جديد اسمه الهونمون الذهبي، وإن ده لو حصل هيتم القضاء على كل الشياطين للأبد. وبنروح بعدها لوقتنا الحاضر وبنشوف واحدة ست اسمها سيلين، وبنفهم إنها كانت بتحكي الحكاية دي ل3 بنات، وبتقول لهم إن الاختيار وقع عليهم علشان يكونوا محاربات الشياطين، وإنهم لازم يكونوا جاهزين لتنفيذ المهمة اللي عليهم، وبتعرفهم إن صوتهم وأغانيهم هيقدروا ينقذوا العالم. وبعد فترة طويلة بنشوف جمهور كبير وهو داخل حفلة معينة، وبتكون الحفلة دي عبارة عن جولة عالمية لفرقة اسمها هانتريكس، وبيبان إن الجمهور متحمس جدا علشان يشوف أعضاء الفرقة، واللي بتكون أول واحدة فيهم اسمها ميرا، وبنعرف إنها مصممة الرقصات المميزة في كل الحفلات. أما تاني واحدة بتكون اسمها زوي، وبنعرف إنها مغنية الراب وكمان مؤلفة الأغاني بتاعت الفرقة. أما آخر واحدة بتكون اسمها رومي، وبنعرف إنها المغنية الرئيسية ومؤسسة الفرقة من البداية، وإن والدتها كانت عضوة في فرقة غنائية مشهورة، لكنها للأسف ماتت في سن صغير وسابتها لوحدها، علشان كده سيلين أخدتها وربتها وكونت ليها فرقة هانتريكس. وبنرجع تاني للجمهور اللي بيكون فرحان جدا بأجواء الحفلة، وفي الوقت ده بنشوف مدير أعمال الفرقة اللي اسمه بوبي، اللي بيفضل يأكد على كل حاجة ويسأل المنظمين إذا كان في حاجة ناقصة ولا لأ، واللي بمجرد ما بيعرف إن الفرقة لسه ما وصلتش بيتصدم جدا، وبيتصل برومي وأصدقائها وبيسألهم عن سبب التأخير. فبتتصدم رومي هي وأصدقائها وبيروحوا يبصوا على الشباك، وفعلا بيلاحظوا إنهم بيبعدوا أكتر عن مكان الحفلة، وبيشكوا في طاقم الطيارة وبيستغربوا من تصرفاتهم الغريبة. وبعدها رومي بترجع تكلم بوبي وبتوعده إنهم هيوصلوا للحفلة في خلال دقايق، وبمجرد ما رومي بتقفل المكالمة بتلاحظ إن طاقم الطيارة بيتصرف بغرابة أكتر، فبتروح تتكلم مع واحدة منهم وبتسألها عن نفسها، وبمجرد ما بتشوف نقوش شكلها غريب على دراعها بتفهم إنها شيطانة. وفجأة الطاقم كله شكله بيتغير وبيتحولوا لشياطين مرعبين جدا، وساعتها رومي وأصدقائها بيستعدوا ويبدأوا يهاجموهم وهم بيغنوا، وبيقدروا إنهم يخلصوا عليهم واحد ورا التاني. وبسبب المعركة دي الطيارة بتتدمر بالكامل وبتكون على وشك إنها تقع، ووقتها رومي وأصدقائها بينطوا بسرعة وبينزلوا في مكان الحفلة وبيبدأوا يغنوا قدام الجمهور اللي بيكون فرحان بيهم جدا. وفي عالم غريب بنشوف الشيطانة اللي كانت مع طاقم الطيارة واللي بتكون ماشية وسط مجموعة كبيرة من الشياطين، وبيبان إنها خايفة من اللي هيحصل معاها. وبعد شوية بتوصل لكيما اللي بيكون عبارة عن نار مخيفة، واللي بيبدأ يتكلم معاها وهو متضايق جدا لأن المحاربات هربوا منها، فبتعتذر له الشيطانة وبتقول إن المحاربات دول بيمتلكوا قوة جبارة وعلشان كده هم ما قدروش يهزموهم. فبيتعصب كيما وبيمسكها علشان يقتلها قدام كل الموجودين، وبيفضل يتريق على كل الشياطين وبيقول لهم إن وجودهم ملوش أي فايدة، وبيعرفهم إن المحاربات دول لو قدروا يصنعوا درع الهونمون الذهبي هم هينتهوا للأبد. وفجأة بيظهر شخص غريب من بعيد، وبنعرف إن الشخص ده عبارة عن شيطان اسمه جينو، واللي بيبدأ يغني وهو بيحكي قصة الشياطين، وبيروح يقرب من كيما هو والنمر بتاعه وبيعرض عليه إن هو يساعده في القضاء على المحاربات، وبيشرح له إن عنده خطة جديدة يهاجم بيها المحاربات من غير ما ياخدوا بالهم، وده من خلال السيطرة على الجمهور اللي بيساعدهم على صنع الهونمون الذهبي. وفجأة جينو وأصدقائه بيتحولوا لشباب بشريين شكلهم جميل جدا، وساعتها كيما بيفهم خطة جينو وبيقتنع بيها، وبيسأله عن المقابل اللي هو عايزه علشان ينفذ المهمة دي. فبيرد عليه جينو وبيقول له إن المقابل هو محو ذكرياته كلها. وبنرجع تاني لرومي وأصدقائها بعد ما خلصوا الحفلة، وبنشوفهم وهم متحمسين جدا لأنه قريب جدا هتنزل أغنيتهم الجديدة. وبعد شوية بوبي بيقابلهم وبيقول لهم إن هو فرحان قوي بأدائهم في الحفلة، وإن الجمهور كله كان مبهور بتفجير الشخص اللي كان متنكر على شكل شيطان. ووقتها بنفهم إن مفيش حد عارف حقيقتهم كمحاربات للشياطين. وفي نفس الوقت ده بوبي بيشوف تقييم الجمهور للفرق وبيفرح جدا لما بيلاحظ إن فرقة هانتريكس متصدرة القايمة. وبعد شوية رومي وأصدقائها
وأصدقائها بيرجعوا للبيت، وبالرغم من إنهم بيكونوا مرهقين جدا إلا إنهم بيكونوا فرحانين، وده لإنهم هياخدوا أجازة طويلة علشان يرتاحوا فيها. وفي الوقت ده رومي بتسيب أصدقائها وبتدخل لمكان تغير الملابس، وبتنشر جزء من أغنيتها الجديدة على كل المنصات من غير ما تقول لأصدقائها، وبتختار زي معين عشان تلبسه، واللي بمجرد ما بيشوفوها وهي لابسة الزي ده بيتصدموا جدا وبيفهموا إنها نشرت أغنيتهم الجديدة من غير ما تقول. وبكده هم لازم يجهزوا بسرعة علشان يصوروا العرض الترويجي للأغنية. وفي الوقت ده بوبي بيجي وبيقول لهم إن أغنيتهم الجديدة حققت نجاح كبير، فبتفرح رومي هي وأصدقائها بالخبر ده وبيحتفلوا كلهم مع بعض. ومن ناحية تانية بنشوف الجمهور وهو بيسمع الأغنية اللي بتكون انتشرت في كل مكان في العالم، وبيبان إنها عجبت كل اللي سمعوها. وبنرجع تاني لرومي وأصدقائها وبنشوفهم وهم بيتكلموا عن أغنيتهم الجديدة في لقاء تلفزيوني، وبيعلنوا إن أول عرض مباشر للأغنية هيكون النهاردة بالليل. وبعد شوية بنشوف ميرا وزوي وهم متحمسين جدا لتصوير العرض، أما رومي بتكون قاعدة لوحدها وبيكون باين عليها الحزن الشديد، واللي فجأة بتخلع المعطف اللي هي كانت لابساه وبتظهر على دراعها النقوش بتاعة الشياطين، ولكنها بالرغم من كده بتلبس الزي بتاعها وبتنزل علشان تصور العرض. وفعلا بيبدأ التصوير وبنشوف رومي وأصدقائها وهم بيغنوا بحماس شديد، لكن فجأة رومي صوتها بيتغير وما بتكونش قادرة تغني زي الأول، وعلشان كده بتطلب من بوبي إنها تاخد استراحة صغيرة، وبتروح تدخل غرفة تغيير الملابس وبتحاول تهدي نفسها. وبتتصدم جدا لما بتبص في المراية وبتلاقي النقوش انتشرت في باقي جسمها، فبتخاف وبتخرج من غرفة تغيير الملابس وبتجري بسرعة علشان تهرب من المكان. وأثناء ما هي بتجري بتبدأ تسترجع ذكرياتها وهي صغيرة، وبتفتكر وقتها لما كانت قاعدة مع سيلين قدام مقبرة والدتها. وفي الوقت ده رومي بتسأل سيلين إذا كانت المحاربات قادرين يقضوا على كل الشياطين، وبتشرح لها إنها واحدة من الشياطين لأن والدها كان منهم. وبمجرد لما بتكشف النقوش اللي موجودة على دراعها سيلين بتوقفها وبتطلب منها تحاول تخبي النقوش دي طول الوقت، وبتعرفها إنها محاربة قوية زي والدتها ومش شيطانة زي والدها، وبتوضح لها إن بمجرد ما يتم صنع الهرمون الذهبي كل الشياطين هيتم القضاء عليهم للأبد، وكمان كل النقوش اللي موجودة على دراعها هتختفي تماما. وبعد فترة طويلة من اللي حصل ده بنشوف رومي بعد ما كبرت، وكمان بنشوف ميرا وزوي وهم بيتحايلوا عليها علشان تيجي معاهم الحمام العمومي، لكن وقتها رومي بترفض وبتطلب منهم يروحوا لوحدهم. وساعتها بنفهم إنها مش عايزة تروح علشان محدش منهم يشوف النقوش اللي موجودة على دراعها. وبعد شوية رومي بتروح لسيلين وبتقول لها إنها عايزة تعترف لأصدقائها بوجود النقوش، لكن وقتها سيلين بتمنعها وبتكون رافضة الفكرة تماما، وبتقول لها إن أكيد مش هيفهموا حاجة زي دي. وبنرجع تاني لوقتنا الحاضر وبنشوف رومي وهي بتجري في الشارع، وبيبان إنها متضايقة وحزينة جدا بسبب اللي حصل معاها، واللي بتطلع فوق سطح واحد من المباني وبتفضل تغني بصوت عالي، لكن فجأة صوتها بيتغير وما بتكونش قادرة تغني من تاني، وبتحزن جدا لأنها بكده مش هتقدر تحارب الشياطين، وكمان لأنهم كانوا قربوا ينفذوا مهمتهم وينتهوا من صنع الهرمون الذهبي. وبتتعصب رومي وبتخبط الأرض خبطة قوية بتأثر على الهرمون بالكامل، فبتتصدم جدا من اللي حصل وبتفهم إن في حاجة غلط. وبعد شوية بترجع رومي البيت وبتقابل ميرا وزوي اللي بيحاولوا يواسوها وبيقولوا لها إنهم كانوا قلقانين عليها، فبتعتذر لهم رومي لأنها سابتهم ومشت أثناء تصوير العرض. وساعتها ميرا وزوي بيهونوا عليها وبيقولوا لها إن بوبي هيحل المشكلة. وساعتها ميرا بتعرفهم إنهم لازم يصوروا العرض خلال الأيام اللي جاية، لكن وقتها رومي بتفاجئهم وبتقول لهم إن صوتها فيه مشكلة وإنها مش عارفة إذا كانت هتقدر تغني خلال الأيام الجاية دي ولا لا. وفي الوقت ده زوي بتقول لهم إن مسابقة الجوائز اللي اسمها الآيدل قربت، وبتعرض عليهم يفوتوا المسابقة دي وياخدوا أجازة، لكن وقتها رومي بترفض وبتقول لهم إن لازم يشتركوا في مسابقة الآيدل، وده لأنها الجايزة بتاعتها هي السبب في تقوية درع الهرمون، وإن ده مهم جدا بالنسبة ليهم وخصوصا في الفترة اللي جاية. فبتتأثر زوي وبتقرب من رومي وبتحاول تهون عليها وبتقول لهم إنه طول ما هما مع بعض هيقدروا يواجهوا أي مشكلة، وبتعرض عليهم إنهم يروحوا لدكتور معين عنده علاج لكل المشاكل. وفعلا التلاتة بينطلقوا علشان يروحوا للدكتور، واللي بمجرد ما بيوصلوا ليه بيبدأ إنه يكشف على رومي، وساعتها الدكتور بيحدد العلاج المناسب وبيديه ليها. وبمجرد ما رومي وأصدقائها بيخرجوا من عند الدكتور بيلاحظوا إن في حد بيقرب منهم، فبيستخبوا بسرعة علشان محدش يشوفهم، لكنهم بعدها بيتصدموا لما بيشوفوا 4 شباب شكلهم جميل قوي. ووقتها ميرا وزوي بيبان عليهم إنهم معجبين بيهم جدا، أما رومي فبتكون متضايقة ومستغربة من رد فعل ميرا وزوي وبتطلب منهم يكملوا طريقهم علشان يمشوا من المكان ده،
لكن فجأة بتشوف شاب وسيم جدا وبتنبهر من جماله الشديد وبيبان قد ايه هي معجبة بيه، واللي بمجرد ما بيجي يعدي من جنبها بيخبط فيها وبيتسبب في انها تقع على الارض هي والصندوق اللي فيه العلاج. وساعتها الشاب ده بيمدلها ايده علشان يساعدها، لكنه فجأة بيسحب ايده وبيطلب منها تخلي بالها اكتر من كده. فبتتصدم رومي وبتتضايق جدا من اللي حصل. وبمجرد ما 5 شباب بيمشوا من المكان، رومي واصدقائها بيرجعوا يلموا العلاج من على الارض. وفجأة هما ال3 بيسمعوا صوت غريب قريب منهم، بيروحوا في اتجاهها علشان يستكشفوا مصدر الصوت ده، وبيتصدموا بمجرد ما بيشوفوا ال5 شباب وهم بيغنوا. ووقتها بيبان على كل الموجودين في الشارع انهم مستمتعين بكل ده على عكس رومي واصدقائها اللي بيكونوا متضايقين جدا. وفجأة هما ال3 بيلاحظوا وجود النقوش على دراعاتهم وبيفهموا انهم شياطين. ولما ميرا بتيجي تقرب منهم علشان تهاجمهم، رومي بتمنعها وبتوضح لها انهم ما ينفعش يعملوا كده في الشارع قدام الناس. وبمجرد ما العرض بتاع ال5 شباب بينتهي، بيطلع واحد منهم اسمه جينو وبيبدأ يتكلم مع كل اللي موجودين وبيقول لهم انهم هيكونوا موجودين في عرض تلفزيوني بالليل، وبيعرفهم ان الفرقة بتاعتهم اسمها ساجا بويز. ووقتها كل اللي موجودين بيشجعوهم وبيكونوا فرحانين بيهم ومتحمسين جدا. اما رومي واصدقائها فبيكونوا متضايقين وبيقرروا انهم يستعدوا علشان يقتلوهم. وفعلا بعدها بيروحوا ال3 البيت وبيستعدوا ويجهزوا نفسهم علشان يروحوا يخلصوا عليهم في اقرب وقت. ومن ناحية تانية العرض التلفزيوني بيبدأ وبنشوف اعضاء فرقة ساجا بويز اللي بيفضلوا يلعبوا كتير ويتحدوا بعض، وبيبان ان الجمهور مستمتع جدا بالتحديات بتاعتهم. ومن ورا الكواليس بنشوف رومي واصدقائها اللي بيقرروا يهاجموهم، وبمجرد ما بيخلص العرض بيروحوا يستنوهم في مكان معين وبيقفوا وراهم علشان يراقبوهم. وفي الوقت ده جينو بيروح ياخد الميكروفون من المذيع وبيقول للجمهور ان عندهم ضيوف مميزين. وفجأة بيرحب بفرقة هانتريكس وبيركز الاضواء عليهم. وساعتها رومي واصدقائها بيتصدموا جدا من اللي حصل، اما الجمهور فبيبدأ يحييهم وبيكون فرحان بوجودهم. فبتقلق رومي وبتبدأ تتكلم مع الجمهور وهي متوترة ومش عارفة تقول ايه، وبتعرفهم انهم جم هنا علشان يهنوا فرقة ساجا بويز على نجاح اول اغنية ليهم. وبمجرد ما الستار بتاع المسرح بيتقفل، فرقة ساجا بويز بيجروا وبيهربوا بسرعة من المكان. وساعتها رومي واصدقائها بيجروا بسرعة وراهم وبيفضلوا يطاردوهم. وبعد شوية بيوصلوا كلهم لحمام عمومي وهناك بيقدروا يحاصروهم. لكن فجأة بيظهر عدد كبير من الشياطين واللي بيخرجوا من تحت الارض وبيبدأوا يهاجموا رومي واصدقائها. وبالرغم من كده رومي واصدقائها بيتحدوا مع بعض وبيقدروا يخلصوا عليهم واحد ورا التاني. ولما رومي بتشوف جينو وهو بيهرب بتفضل تطارده لحد ما بتوصله وبتبدأ تهاجمه بمنتهى الشجاعة علشان تخلص عليه. وبنرجع تاني لميرا وزوي اللي بيتصدموا لما بيلاحظوا ان درع الهانومون بدأ ينهار وبيخرج منه عدد كبير جدا من الشياطين اللي بينقضوا عليهم وبيهاجموهم. ومن ناحية تانية بنشوف رومي وهي بتقاتل جينو اللي بيقدر يضربها ضربة قوية وبيتسبب في ان الزي بتاعها يتقطع. لكن بالرغم من كده رومي بتقدر تتصدله وبتضربه ضربة قوية جدا وبتحاصره بالسيف بتاعها علشان تقتله. وعلى اخر لحظة جينو بيلاحظ وجود النقوش على دراع رومي اللي بتتصدم جدا وبتقلق من انه عرف حقيقتها. ولما جينو بيلاحظ انها فقدت تركيزها بيقدر ان هو يحرر نفسه منها وبيكون مستغرب جدا من انها محاربة وفي نفس الوقت شيطانة. وفي اللحظة دي الجدار اللي جنب رومي بينهار، وساعتها رومي بتشوف ميرا وزوي وهم بيحاربوا الشياطين، واللي بمجرد ما بياخدوا بالهم من وجودها بيطلبوا مساعدتها لان الشياطين عددهم كبير جدا. ميرا وزوي ما بيبقوش قادرين يتصدوا ليهم. وفي الوقت ده رومي بتتوتر وبتخاف من انهم يعرفوا حقيقتها، وده بسبب النقوش اللي موجودة على دراعها. وبالرغم من ان الشياطين بيكونوا على وشك انهم يقتلوا ميرا وزوي الا ان رومي بتكون مرعوبة جدا ومش عارفة تعمل ايه او تتصرف ازاي. وفجأة جينو بيجري بسرعة وبيقرب من رومي وبيحضنها، وساعتها بنفهم انه كان بيربط قماشة على الجزء المقطوع من الزي بتاعها، وده علشان ميرا وزوي ما ياخدوش بالهم من النقوش اللي موجودة على دراعها. وفي الوقت ده الشياطين بيحاصروا ميرا وزوي وبيكونوا على وشك انهم يقتلوهم. ولما رومي بتشوف اللي حصل ده بتجري بسرعة وبتهاجمهم بالسيف بتاعها وبتقدر انها تحرر ميرا وزوي على اخر لحظة. وبيتحدوا هما ال3 مع بعض وبيقتلوا الشياطين بكل مهارة، وفعلا بيقدروا انهم يخلصوا عليهم. وبمجرد ما المعركة بتنتهي في راجل عجوز بيجي يزعق مع رومي واصدقائها، وده لانهم موجودين في حمام عمومي لكن للرجال فقط. فبتتوتر رومي هي واصدقائها وبيخرجوا بسرعة من الحمام. اما الراجل العجوز فبيرجع يقعد في مكانه من تاني. وفي الوقت ده في شيطان بيظهر من وراه وبيسرق روحه. وبنرجع تاني لجينو وبنشوفه هو ماشي لوحده في الشارع واللي بيفضل يفكر في رومي وازاي هي محاربة وفي نفس الوقت شيطانة. وفجأة جينو بيحس بإحساس غريب
وبيلاحظ إن النقوش اللي موجودة على دراعه بدأت تنور. وفي اللحظة دي جينو بيتسحب وبيقع في عالم الشياطين، وبيشوف أصدقائه وهما واقفين وسط جمهور كبير من الشياطين اللي بيفرحوا لما بيلاحظوا وجود روح طايرة في السماء، واللي بمجرد ما بتوصل لكيما بيبدأ إنه يتكلم مع جينو وبيقوله إنه ما كانش متخيل إن خطته ممكن تنجح بالشكل ده. فبيعرفوا جينو إن دي كانت البداية مش أكتر، وبيوعده إنه هيسرق ليه أرواح كتير بمجرد ما يرجع يكمل مهمته. لكن وقتها كيما ما بيهتمش بكلامه ولا بالأرواح، وبيعرفوا إن في واحدة من المحاربات عندها النقوش بتاعته لكن للأسف مش قادر يسيطر عليها. فبيقول له جينو إن المحاربة دي بتحاول تخفي سر معين، وبيفهمه إنه بمجرد ما هيعرف السر ده هيستخدمه علشان يقضي بيه على المحاربات للأبد. وبنرجع تاني لرومي وأصدقائها وبنشوفهم وهم مصدومين جدا، وده لأن درع الهونمون لونه متغير وكمان شبه متدمر. وبتقول رومي لأصدقائها إن كيما أكيد عارف إنهم كانوا على وشك صنع الهونمون الذهبي، وعلشان كده بعت ليهم فرقة من الشياطين تعطلهم وتدمر كل اللي هم بيحاولوا يعملوه. وفجأة بوبي بيدخل عليهم وبيبلغهم إن في حاجة مهمة لازم يعرفوها، وهي إن فرقة ساجا بويز اتشهرت جدا بعد ما ظهرت في العرض التلفزيوني، وإن بقى ليهم عدد كبير من المعجبين حوالين العالم. وساعتها رومي وأصدقائها بيتضايقوا جدا وما بيكونوش عارفين يتصرفوا إزاي. وبالرغم من كده رومي ما بتستسلمش وبتفضل تشجع أصدقائها وبتقول لهم إنهم ممكن يعملوا حاجة عشان يحافظوا على جمهورهم، هو الفوز في مسابقة الآيدول. وعلشان يقدروا يعملوا كده لازم يقدموا عرض مميز جدا، وبكده هيقدروا يقضوا على فرقة ساجا بويز للأبد. وبتطلب زوي تألف لهم أغنية جامدة، وكمان ميرا تصمم لهم رقصات مختلفة. وساعتها هما التلاتة بيكونوا متحمسين جدا للمسابقة دي. وبعد شوية بنشوف رومي بتدخل غرفتها وبتقرر تاخد العلاج اللي الدكتور نصحها بيه، واللي قبل ما تاخده بتكتشف انه عصير عنب ومش علاج ولا حاجة. ولما رومي بتيجي تبص على السرير بتشوف القماشة اللي جينو كان رابطها على دراعها، وبتفتكره وهو مستغرب من انها محاربة وفي نفس الوقت شيطانة. واثناء ما رومي بتفكر في كلام جينو بتتفاجئ لما بتشوف طائر غريب واقف على حافة البلكونة، ولما بتيجي تقرب منه بتلاحظ انه لابس قبعة وبتستغرب جدا من شكله. وفجأة النمر بتاع جينو بيخرج من بين الاشجار، فبتخاف رومي وبتستعد بالسيف بتاعها علشان تهاجمه. لكن بعد شوية بتكتشف انه مسالم جدا وبتهدى وبتحاول تهديه، وبعدها بتسأله هو مين وليه جالها لحد هنا. وساعتها النمر بيديها جواب كان مخبيه ما بين اسنانه، ولما رومي بتفتح الجواب ده بتتفاجئ انه من جينو وبتعرف منه انه عاوز يقابلها ضروري. وفجأة في بوابة بتكون في الارض وبتبلع النمر وكمان الطائر. وبعد شوية رومي بتبص من البلكونة وبتشوف النمر والطائر وهما بيطلعوا من تحت الارض، وبتمشي وراهم رومي من بعيد وبتفضل مراقبة كل اللي بيحصل. وفجأة بتاخد بالها من وجود جينو فوق سطح البيت اللي قدامها، فبتجري بسرعة وبتتسلل من غير ما تعمل اي صوت، وده لحد ما بتقرب منه وبتنطلق بسرعة وهي ماسكة السيف بتاعها، وفجأة بتهاجمه بالسيف وبتقدر انها تقسمه نصين. لكن وقتها بتكتشف انها هجمت على لعبة على شكل جينو مش اكتر، وبمجرد ما جينو الحقيقي بيظهر من تاني رومي بتهاجمه بالسيف بتاعها. وساعتها جينو بيقدر يتفادى كل هجماتها وبيحاول يهديها، وبيقول لها انه طالب يقابلها علشان يتكلم معاها عن النقوش اللي موجودة على دراعها. وبمجرد ما رومي بتهدى شوية جينو بيفضل يتريق على البنطلون اللي هي لابساه، وبيقول لها ان ميرا وزوي اكيد ما يعرفوش حاجة عن النقوش بتاعتها، وبيعرفها انه حاسس بيها وبقد ايه ان هي متضايقة بسبب انها مخبية سر زي ده على اصدقائها. فبتتعصب رومي وبتقوله ان الشياطين ما بتحسش من الاساس. لكن وقتها جينو بيقول لها انه مش حقيقي، مش كل الشياطين دايما حاسين بالعار والبؤس من ان كيما بيسيطر عليهم. وبيحكي لها قصة حياته من البداية، وبيقول لها ان من حوالي 400 سنة كان عايش مع عيلته الفقيرة حياة بائسة جدا، وانه ما كانش بيملك اي حاجة غير صوت جميل وعود قديم. وساعتها قرر انه يعزف عليه في الشارع علشان يقدر يجيب اكل لعيلته، لكنه للاسف حاول كتير وما قدرش يعمل كده. ووقتها حس باليأس الشديد وما كانش عارف يعمل ايه تاني او يتصرف ازاي. وفي الوقت ده كيما ظهر له وعرض عليه انه يساعده، وبمجرد ما جينو وافق على عرضه حياته هو وعيلته بدأت تتغير للافضل. ولما الملك عرف بصوته الجميل قرر انه ياخده هو وعيلته علشان يعيشوا معاه في القصر. وفي الوقت ده حالهم اتغير جدا وحياتهم بقت سعيدة جدا. وبعد فترة جينو راح يبص على نفسه في المراية، لاحظ ظهور نقوش كتير على دراعه وانها بدأت تنتشر بسرعة كبيرة لحد ما بقت في جسمه بالكامل. وعلشان كده اتحكم عليه بالنفي لعالم الشياطين وفضل مسجون هناك لفترة طويلة جدا. وبسبب اللي حصل ده عيلته خسرت كل حاجة، ولانه ما بقاش موجود معاهم وضعهم بقى اصعب بكتير من اللي كانوا عليه من وقت ما حصل ده. وذكرياته بتطارده لانه خذل عيلته. وكمان كيما كل شوية بيفضل يفكروا ان هو تخلى عنهم. واثناء ما جينو بيحكي الحكاية بنشوف رومي وهي متأثرة
متأثرة جدا، وساعتها جينو بيقرب منها وبيلمسها وبيبدأ إنه يتكلم معاها وبيعرفها إنها مخبية سر كبير وإن النقوش دي هي اللي بتفكرها بيها، وبيطلب منها تحكي له عليه علشان تقدر تواجه حقيقتها كشيطانة. فبتتعصب رومي وبتقرب منه وبتهدده بالسيف بتاعها، فبيقول لها جينو إنها بتحاول تنكر حقيقتها مش أكتر، وبيعرفها إنها لو حبت تحكي في أي وقت هو هيفضل مستنيها. فبتتضايق رومي وبتتعصب أكتر وبتهاجم جينو بالسيف بتاعها، لكنه فجأة بيتلاشى وبيختفي تماما من قدامها. وفي الوقت ده رومي بتتعصب أكتر لأنها ملحقتش تخلص عليه. وبعد شوية بترجع البيت وبتقعد مع ميرا وزوي، وبيفضل هما التلاتة يتدربوا على الأغنية اللي هيغنوها في مسابقة الآيدول. ولما رومي بتيجي تغني الأغنية صوتها بيتغير وما بتكونش قادرة تغني، فبتهديها زوي وبتطلب منها ترتاح لحد ما يجي ميعاد المسابقة. وبنروح بعدها لمسابقة تكريم الفرقة الأكثر استماعا في الأسبوع، والغريب إنها فرقة ساجا بويز هي اللي بتكسب الجايزة دي. ومع مرور الوقت بنشوف رومي وأصدقائها وهما بيهاجموا كل الشياطين اللي بيحاولوا يأذوا البشر. وبعد فترة بنشوف فرقة ساجا بويز وفرقة هانتريكس في مسابقة تكريم الفرقة الأكثر استماعا في الأسبوع، والمفاجأة إن فرقة هانتريكس هي اللي بتكسب الجايزة. وبعدها بنشوف رومي وأصدقائها وهما بيهاجموا مجموعة من الشياطين، وفعلا بيقدروا إنهم يقضوا عليهم. لكن للأسف فرقة ساجا بويز بتنتشر أكتر وبيبان إنهم بقوا محبوبين أكتر من فرقة هانتريكس. وفي يوم من الأيام بنشوف رومي وأصدقائها وهم عاملين حفلة توقيع للمعجبين، وفجأة فرقة ساجا بويز بتوصل للمكان وبتقرر تنضم ليهم في حفلة التوقيع. وساعتها رومي وأصدقائها بيكونوا متضايقين جدا من وجودهم، وبيروح جينو يقعد جنب رومي وبيبدأ يتكلم معاهم. وفي الوقت ده واحدة من المعجبين بتقاطعهم وبتقول لهم إنها كانت متأكدة إنهم مرتبطين، فبتتصدم رومي هي وجينو لما بيسمعوا الكلام ده. وبمجرد ما المعجبة بتمشي جينو بيرجع يكمل كلامه مع رومي اللي بتقوله إنها مستحيل يكون لها علاقة بشخص بيساعد كيما. فبيتضايق جينو وبيحاول يفهمها إنه بيساعد نفسه، وده لأنه اتفق مع كيما إنه هيساعده مقابل محو ذكرياته، وبيشرح لها إنه بكده هيقدر يتحرر من سيطرة كيما للأبد. وبيسألها عن النقوش بتاعتها وبيطلب منها تحكي له عن السر اللي هي مخبياه. وساعتها رومي بتتضايق وبتتعصب جدا وبتضربه على رجله علشان يسكت. وبعد شوية الحفلة بتخلص وبيروح بوبي يتكلم مع ميرا وبيوريها صورة منتشرة على كل مواقع التواصل الاجتماعي، وبتكون الصورة دي لجينو هو قريب من رومي، وبيكونوا كل المعجبين معتقدين انهم مرتبطين ببعض. وبالليل بنشوف رومي وهي بتتدرب على كلمات الأغنية اللي هتغنيها في مسابقة الآيدول، ووقتها النمر والطائر بيكونوا موجودين معاها في غرفتها علشان يوصلوا ليها جواب من جينو اللي بيطلب فيه من رومي انها تقابله في أسرع وقت. وفجأة ميرا بتيجي وبتخبط على الباب علشان تدخل، وساعتها رومي بتتخض جدا وبتحاول تخبي النمر وبتطلب منه يمشي بسرعة، وبتروح تفتح الباب لميرا اللي بتدخل الأوضة وبتستغرب لما بتشوف رومي غيرت في كلمات الأغنية بتاعتهم، وبتلاحظ إنها مسحت كل الكلمات اللي فيها كراهية للشياطين والنقوش بتاعتهم. فبتتضايق جدا وبتقول لرومي إنها اتغيرت جدا عن الأول. وساعتها ميرا بتقول لها إنها متأكدة إن هي مخبية حاجة عليها، لكن وقتها رومي بتوضح لها إنها مش مخبية أي حاجة. فبتهدى ميرا وبتعتذر لرومي علشان شكت فيها وبتسيبها وبتخرج من الغرفة. وبيبان إنها مش مقتنعة بكلام رومي اللي بتبعت جواب لجينو ميعاد المقابلة مع النمر بتاعه. وفي اليوم اللي بعده بنشوف فرقة ساجا بويز وهم بيصوروا فيديو معين، وفي الوقت ده بيشكروا الجمهور بتاعهم وكل معجبينهم لأنهم وصلوا ل50 مليون متابع في حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. وكمان بيشكروا فرقة هانتريكس على دعمهم الشديد خلال الفترة اللي فاتت. وبالليل بنشوف جينو وأصدقائه بعد ما رجعوا لشكلهم الطبيعي وبدأوا إنهم يسرقوا أرواح المعجبين ويبعتوها لكيما علشان يتغذى عليها. وبنشوف المذيعة في الأخبار وهي بتقول إن نسبة المفقودين وصلت ل3 أضعاف خلال 24 ساعة. وفي اليوم اللي بعده جينو بيروح علشان يقابل رومي اللي بتيجي وبتعرفه إن في طريقة تانية ممكن يتحرر بيها من سيطرة كيما، وهو إنه يساعدها هي وفرقتها علشان يفوزوا في مسابقة الآيدول. وده لأنهم لو فازوا في المسابقة دي الهرمون الذهبي هيكتمل تماما، وبكده هيقدر إنه يتحرر ويقضي على كيما وكل الشياطين للأبد. وكمان كل النقوش اللي على دراعها هتختفي ومش هتكون مضطرة تخبي أي أسرار. وفي الوقت ده جينو بيسألها عن السبب اللي مخليها عايزة تساعده، فبتقول له رومي إنه شخص طيب ومش شيطان شرير وإنه كان عايز يساعد عيلته بأي طريقة، وبتعترف له بالسر اللي كانت مخبياه. وبتقول له إن والدتها كانت محاربة أما والدها كان شيطان. وقبل ما تكمل كلامها بتيجي ست عجوزة وبتقاطع كلامهم وبتقول لهم إنها بتبيع صور مخصوصة للمرتبطين. فبيتصدم جينو وبيقول لها إنهم مش مرتبطين وده لأنها مش نوعه المفضل في البنات. فبتتضايق رومي وبتقول إن كل الناس معجبين بيها. وساعتها الست العجوزة بتقرب من رومي وبتديها صور مجاني وبتنصحها تدور على حد تاني مناسب أكتر علشان ترتبط بيه.
وبمجرد ما الست العجوزة بتمشي روما بتقرب الصور من جينو وبتطلب منه يقرر ويعرفها إذا كان اختارها هي ولا كيما. ولما جينو ما بيرضاش ياخد الصور رومي بتسيبه وبتمشي، لكن فجأة جينو بيقرب منها وبيمسكها من ايدها، وساعتها بنفهم انه اختارها هي مش كيما. ولانه بيكون محرج جدا بيقول لها انه وقفها علشان عاوز الصور، فبتديهوله رومي وبتودعه وهي محرجة وبتسيبه وبتمشي. ووقتها بيظهر ان هما الاتنين وقعوا في حب بعض. وبعدها رومي بتروح تحضر التدريبات مع اصدقائها، وده علشان يكونوا جاهزين لمسابقة الايدل. واثناء ما هما بيغنوا رومي بتوقفهم وبتقول لاصدقائها ان كلمات الاغنية مش عاجباها، وده لان فيها كراهية شديدة للشياطين وللنقوش بتاعتهم. وساعتها زوي بتتوتر وبتقول لها انهم ممكن يغيروا اجزاء من كلمات الاغنية. اما ميرا فبتتصدم وبتقول لها انهم فعلا بيكرهوهم وانهم مستحيل يغيروا كلمات الاغنية لان مسابقة الايدول ميعادها قرب. وفي الوقت ده رومي بتعترض على كلامها وبتقول لها انها مش حابة تغنيها من الاساس. وقبل ما هما الاتنين يتخانقوا مع بعض بوبي بيوصل للمكان، واثناء ما هو بيتكلم رومي واصدقائها بيحسوا بحاجة غريبة، ولما بوبي بيجي يبص عليهم بيلاقيهم اختفوا تماما. ومن ناحية تانية بنشوف رومي واصدقائها وهم بيجروا فوق مترو الانفاق وبيهاجموا الشياطين اللي بتبدأ تظهر في كل مكان. واثناء ما هم بيعملوا كده ميرا بتفضل تتكلم مع رومي وبتقول لها انها متغيرة بقالها فترة وان في حاجة غلط وهي مش فاهماها، وبتسألها اذا كان في سر هي مخبيه عليهم. وساعتها رومي بتحس بالضغط بسبب كلام ميرا وبتتعصب جدا وبتعرفها انها مش مخبيه حاجة وانها هي اللي حاسة بكده لانها معقدة مش اكتر. فبتتصدم ميرا وبتحزن جدا من كلام رومي. وفي الوقت ده زوي بتتدخل وبتهديهم وبتطلب منهم يكملوا مهمتهم ويهاجموا الشياطين. وفي الوقت ده في بوابة غريبة بتظهر في السقف وبتتصدم رومي هي واصدقائها لما بيشوفوا عدد كبير من الشياطين نازل منها، فبيستعدوا هما الثلاثة وبينقضوا عليهم بمنتهى الشجاعة وبيبدأوا يهاجموهم وبيخلصوا على عدد كبير جدا منهم. لكن وقتها رومي بتفتكر كلمات الأغنية وكلام جينو معاها، وفجأة في شيطان معين بيظهر وبيضرب رومي ضربة قوية وبيوقعها على الأرض. فبتتصدم ميرا لما بتشوف اللي حصل لرومي وبتنطلق بسرعة كبيرة وبتروح تلحقها على آخر لحظة وبتضرب الشياطين ضربة قوية جدا وبتقضي عليهم كلهم. وبعد شوية رومي وأصدقائها بيوصلوا للمحطة، وهناك ميرا بتبدأ تتكلم مع رومي وبتقول لهم إنهم لازم يكملوا تدريباتهم ويغنوا الأغنية لأن مسابقة الآيدول هي آخر أمل بالنسبة ليهم لصنع الهرمون الذهبي، وإن مهما كانت المشكلة اللي بتمر بيها هيقدروا يواجهوها طول ما هم مع بعض. وبمجرد ما ميرا بتمشي زوي بتكمل كلامها مع رومي وبتعرفها إنها كانت بتقف في صفها وبتدعمها في أي قرار، لكن المرة دي هي مش فاهمة إيه اللي حصل وبتقول لها إنهم مش هيقدروا يفوزوا في المسابقة دي من غيرها وبتسيبها وبتمشي. وفي الوقت ده رومي بتحس بالذنب وبتفتكر جينو، وبالليل بنشوف جينو هو واقف لوحده. وفي الوقت ده رومي بتيجي وبتسأله إذا كان فكر في العرض اللي هي عرضته عليه، فبيقول لها جينو إنه حاول يفكر فيه لكنه للأسف مش هيقدر يساعدها. وفي اللحظة دي رومي بتقوله إنه فعلا ساعدها وبتحكي له إنها فضلت طول عمرها بتحاول تخبي السر عن كل اللي حواليها، وإن بسبب ده كانت هتفقد أهم شيء في حياتها وهو صوتها. لكن بعد ما قابلته واتكلمت معاه صوتها رجع زي الأول. وفي الوقت ده جينو بيتأثر بكلامها وبيقول لها إن هي كمان ساعدته وحولته لشخص أفضل وإنها خليته يواجه مخاوفه بدل ما يهرب منها، وبسبب كده قدر يتحرر من سيطرة كيما. وساعتها هما الاتنين بيبدأوا يغنوا وبيبانوا إنهم وقعوا في حب بعض. وبمجرد ما بيخلصوا غنى جينو بيتكلم مع رومي وبيوعدها إنه هيخلي فرقته تخسر في مسابقة الآيدل، فبتفرح رومي وبتقول له إن هما الاتنين هيخرجوا فايزين وبتسيبه وبتمشي. وفي الوقت ده جينو بيحس بحاجة غريبة وبيتسحب لعالم الشياطين وبيشوف أرواح كتير طايرة في السماء ومتجهة ناحية كيما. ولما جينو بيجي يبص على كيما بيتصدم لما بيلاقي شكله اتغير وبقى عملاق جدا. وساعتها كيما بيتكلم مع جينو وبيقول له إنه كان فاكر نفسه اتحرر من سيطرته وبيعرفه إن ده مستحيل يحصل لأنه ما قالهاش على الحقيقة، وبيبدأ يحكي له الماضي الحقيقي بتاعه وبيفكره إن خان عيلته وإنه سابهم وتخلى عنهم بعد ما عاش في قصر الملك، وبيطلب منه ما ينساش اتفاقهم وإلا هيخلي ذكرياته لخيانة عيلته تفضل تطارده دايما. وفي الوقت ده جينو بيكون مصدوم ومرعوب جدا. ومن ناحية تانية بنشوف رومي وأصدقائها وهم قاعدين مع بعض وبتبدأ رومي تتكلم معاهم وبتعتذر ليهم عن اللي هي عملته الفترة اللي فاتت دي وبتقول لهم إنها موافقة تغني الأغنية اللي هم عاوزينها. لكن في الوقت ده ميرا وزوي بيعترفوا ليها إن الأغنية فعلا ما كانتش مناسبة وإنها ما قدرتش تجمعهم مع بعض وبالتالي مش هتقدر تجمع جمهورهم. ووقتها ميرا بتبدأ تحكي لزوي ورومي عن نفسها وبتعرفهم إن وهي معاهم تقبلت كل عيوبها وما بقتش بتحاول تخبيها. وساعتها زوي بتدخل وبتقول لهم نفس الكلام وبتشرح ليهم إنها بعد ما انضمت ليهم حياتها اتغيرت وبقى ليها معنى. فبتفرح رومي بكلام
أصدقائها وبتفضل تشجعهم وبتتفق معاهم على أغنية تانية علشان يغنوها في مسابقة الآيدول، وبتوعدهم إنهم بمجرد ما هيفوزوا هياخدوا أجازة طويلة وكمان هيروحوا مع بعض الحمام العمومي اللي هم عاوزينه. وفي الوقت ده ميرا وزوي بيفرحوا وبيتحمسوا جدا وبيفضلوا هما التلاتة يحتفلوا مع بعض. وفي اليوم اللي بعده بنشوف جمهور كبير جدا متجمع عشان يحضر مسابقة الآيدول، وبيبدأ مقدم المسابقة بيرحب بالجمهور وبيقدم فرقة ساجا بويز، لكن الغريب إن مفيش حد منهم بيظهر. ومن ناحية تانية بنشوف بوبي اللي بيدخل غرفة تغيير الملابس بتاعة رومي وبيعرفهم إن أعضاء فرقة ساجا بويز بيتخانقوا مع بعض وبيطلب منهم يجهزوا بسرعة علشان المسابقة. وفعلا المقدم بيقدم فرقة هانتريكس للجمهور اللي بيتحمس جدا، وبتبدأ رومي هي وأصدقائها يغنوا أغنيتهم الجديدة. وفي الوقت ده بيبان إن الجمهور منبهر بيهم جدا وفرحان، وحتى بوبي بيفضل يرقص معاهم وبيبان إن كل حاجة ماشية زي ما هم مخططين. لكن فجأة ميرا وزوي بيشوفوا شخصين وهم بيخطفوا بوبي، فبينطلقوا هما الاتنين وبيجروا بسرعة وراهم علشان ينقذوه. واللي بمجرد ما بيوصلوا لبوبي والشخصين دول بيتفاجئوا لما بيتحولوا لمجموعة من الشياطين. وبنرجع تاني لرومي وبنشوفها وهي بتغني على المسرح، وبيبان إن الجمهور فرحان جدا بأدائها وبكلمات الأغنية الجديدة. وساعتها رومي بتلاحظ إن درع الهرمون الذهبي بدأ يتكون وبتفرح جدا، لكن فجأة النور بيقطع. وساعتها رومي والجمهور بيتصدموا وبيستغربوا من اللي حصل. والغريب إن الأغنية اللي رومي ما كانتش حابة تغنيها بدأت تشتغل، وفجأة ميرا وزوي بيظهروا من وراها وبيبدأوا يغنوا وهم بيوجهوا كلمات الأغنية لرومي اللي بتكون مصدومة ومش عارفة تعمل إيه أو تتصرف إزاي. وبنرجع تاني لميرا وزوي الحقيقيين وبنشوفهم وهم بيجروا علشان يرجعوا للمسرح. وفي الوقت ده بنفهم إن اللي بيغنوا مع رومي عبارة عن شياطين متنكرين على شكل ميرا وزوي. وساعتها هما الاتنين بيبدأوا يهاجموا رومي، وفجأة واحدة منهم بتقرب من رومي وبتقول لها إن هي شيطانة وإنها هتفضل شيطانة مهما عملت. ولما الشياطين بيشدوا الزي بتاعها بيقطعوا هدوم رومي، بتتصدم جدا وبتصرخ بصوت عالي لدرجة إن الإضاءات بتتكسر من شدة الصوت. وساعتها الجمهور كله بيتفاجئ من اللي حصل. وفي الوقت ده ميرا وزوي بيوصلوا للمسرح وبيتصدموا لما بيشوفوا رومي في الوضع ده، وبيلاحظوا وجود نقوش الشياطين على جسمها. وفي اللحظة دي رومي بتكون مرعوبة وما بتبقاش عارفة تتصرف ازاي، وبتجري بسرعة وهي منهارة علشان تهرب من المكان. وفجأة بتقابل ميرا وزوي وبتهدى لما بتفهم ان اللي كانوا معاها على المسرح هم الشياطين. وفي الوقت ده ميرا وزوي بيكونوا مصدومين وكمان خايفين منها وبيحزنوا جدا لان رومي كانت بتكذب عليهم طول المدة دي. فبتتوتر رومي وبتحاول تشرح ليهم ان النقوش بتاعتها كانت المفروض هتختفي، وانها اتفقت مع جينو على كل حاجة علشان يساعدهم في صنع درع الهرمون الذهبي. لكن وقتها ميرا وزوي بيفضلوا يلوموها على اللي هي عملته وبيقولوا ليها انهم مش هينفع يفضلوا اصدقاء. فبتتصدم رومي وبتفضل تترجاهم علشان يكملوا مهمتهم ما يتخلوش عنها، وبتعرفهم انها شافت درع الهرمون الذهبي وهو بيتكون وانهم بكده على وشك انقاذ العالم من الشياطين. ولما رومي بتلاحظ ان ميرا وزوي خايفين منها وعاوزين يمشوا بتتعصب جدا وبتوعدهم انها هتصلح كل حاجة، لكنهم بيتخلوا عنها. وبسبب اللي بيحصل ده درع الهرمون بيبدأ ينهار، وساعتها ميرا وزوي بيضطروا يجهزوا أسلحتهم علشان يهاجموا رومي اللي بتحزن جدا وبتعيط لأن أصدقائها تخلوا عنها وبتسيبهم وبتمشي، وبتفضل تجري وهي منهارة وبتدور على جينو في كل مكان، واللي بمجرد ما بتشوفه بتهدى وبتروح تقرب منه وبتسأله إذا كان هو السبب في اللي بيحصل. فقال لها جينو إن كيما هو السبب لكنه ساعده وبيعترف إنه كذب عليها في كل حاجة. فبتتصدم رومي وبتقول إنها واثقة إن كل اللي كان بينهم كان حقيقي، لكن وقتها جينو بيعرفها إن كل اللي قاله ده علشان يخليها تثق فيه مش أكتر. وساعتها رومي ما بتكونش مصدقة وبتقول إنه شخص طيب ومش شيطان شرير. لكن فجأة جينو بيتعصب وبيعترف ليها إنه كان بيكذب عليها وإنه خان عيلته وضحى بيهم، وإن ده كان الاتفاق مع كيما علشان يخلصوا من حياته البائسة. وساعتها رومي بتوقفه وبتحاول تقنعه إن ده مش حقيقي، وبتوضح إن أكيد كيما هو اللي كان مسيطر عليه. وفجأة درع الهرمون بينهار مرة تانية، وبسبب كده جينو بيقول لها إنها شطانة زيه بالظبط وإنها لازم تفضل عايشة وهي فاهمة حاجة زي كده، وبيعرفها إنهم يستحقوا كل اللي حصل وبيختفي. فبتتصدم رومي من كلام جينو وبتمشي وهي مشتتة جدا. وفي الوقت ده بنشوف بوبي وهو حزين ومتضايق لأن تقييم الجمهور لفرقة هانتريكس نزل للمركز العاشر. أما ميرا وزوي فبنشوفهم وهم مصدومين جدا لأن درع الهرمون بدأ ينهار تماما، وبيتفاجئوا لما بيشوفوا مذيعة الأخبار على التلفزيون وهي بتتكلم عنهم واللي بتقول إن مسابقة الآيدول تم إلغائها بسبب اللي حصل بين أعضاء فرقة هانتريكس، وبتعلن إن اللي فاز في المسابقة هي فرقة ساجا بويز. ومن ناحية تانية بوبي بيسمع الكلام وبيحزن جدا، وفجأة فرقة ساجا
بويز بتظهر على الشاشات اللي موجودة في الشوارع، وبيبدأ جينو يتكلم مع الجمهور وبيقول لهم إنهم أكيد حاسين بالحزن بسبب انفصال أعضاء فرقة هانتريكس، وعلشان كده قرروا يعملوا ليهم عرض مباشر في قاعة وسط المدينة. وفي الوقت ده ميرا وزوي بيكونوا مصدومين جدا، ولما زوي بتحاول تدور على أي حل لمشكلتهم ميرا بتوقفها وبتقول لها إن فرقتهم وصداقتهم انتهت للأبد. فبتحزن زوي من كلام ميرا لكنها بتقتنع، وبيتفرقوا هما الاتنين عن بعض وبيمشوا. وفي مكان بعيد وتحديدا في الغابة بنشوف سيلين وهي واقفة قدام شجرة معينة، وفجأة رومي بتيجي وبتقول لسيلين إنها كانت فاكرة إنها هتنقذ العالم، لكنها للأسف ما قدرتش تعمل كده وكمان دمرته. وبتعرفها إن ميرا وزوي شافوا النقوش بتاعتها وعرفوا حقيقتها، وبترفع السيف بتاعها لسيلين وبتطلب منها تعمل اللي كان مفروض تعمله. وفجأة درع الهنومون بينهار وبتصدم سيلين من اللي حصل، لكنها بالرغم من كده بتقرب من رومي وبتعرفها إنها مش هتقدر تأذيها، وبتحكي لها إن قبل ما والدتها تموت هي وعدتها إن هي هتحمي بنتها وإنها هتفضل طول عمرها بتحاول تنفذ وعدها. وبتقول لها إن ممكن كل حاجة تتصلح وإنها هتساعدها، وهتعرف ميرا وزوي إن كل اللي حصل ده كان مجرد وهم، وإن كيما هو اللي عمل كده عشان يفرقهم عن بعض. فبتتعصب رومي وبتقول لها إنها مش هتخبي أسرار تاني، وساعتها سيلين بتشرح لها إنهم ممكن يخبوا عيوبهم ومخاوفهم علشان يحموا درع الهنومون. فبتتضايق رومي وبتقول لها إنها فضلت طول عمرها تحاول تحمي الدرع، لكن لو هو السبب اللي هي دمرت حياتها عشانه فهتكون فرحانة وهي بتشوفه بينهار. فبتتصدم سيلين من كلام رومي اللي بتسيبها وبتختفي. وبنرجع تاني لكيما وبنشوفه وهو بيتكلم مع جينو وبيسأله إذا كان جاهز عشان يمحو كل ذكرياته. وفي الوقت ده النمر بيقرب من جينو وبيديله السوار اللي رومي اديتهوله، وساعتها جينو بيسترجع ذكرياته كلها وبيفتكر الوقت اللي قضاه معاها. ومن ناحية تانية بيبدأ العرض بتاع فرقة ساجا بويز وبنشوف الجمهور وهو متحمس جدا. وفجأة فرقة ساجا بويز بيطلعوا على المسرح وبيظهروا بشكلهم الحقيقي وبيبدأوا يغنوا للجمهور بشكل غريب علشان يسيطروا عليه. وكمان كيما بيظهر من وراهم وبيستعد علشان يسرق أرواحهم. وقبل ما الجمهور يوصل لكيما بتيجي رومي فجأة وبتقاطع جينو اللي بيتصدم جدا لما بيشوفها وبيسمع صوتها، وفجأة كل حاجة بتقف. وبيبدأ كيما يتكلم مع رومي وبيقول لها إنها مش هتقدر تنقذ العالم، وده لأنها ما قدرتش حتى تنقذ نفسها، وإن دلوقتي كل اللي حواليها عرفوا حقيقتها اللي كانت هي مخبياها. وكمان درع الهانومون اللي كانت بتحاول تحميه انهار تماما. وبالرغم من كل اللي كيما كان بيقوله رومي ما بتستسلمش وبتبدأ تغني بصوت عالي وهي بتحكي كل أسرارها. وفي الوقت ده ميرا وزوي بياخدوا بالهم منها وبيفوقوا من سيطرة كيما، وبتبدأ أرواحهم تنور وبيقربوا من رومي علشان يساعدوها. وفعلا هما الاتنين بينضموا ليها ويبدأوا يغنوا معاها، ووقتها رومي وأصدقائها بيتحدوا مع بعض. وبسبب الأغنية اللي هما بيغنوها الجمهور بيفوق من سيطرة كيما وكمان أرواحهم بتبدأ تنور. وساعتها رومي وأصدقائها بيقدروا يقضوا على كل الشياطين وبيروحوا يحضنوا بعض. وفي الوقت ده كيما بيتعصب جدا وبيؤمر جينو وأصدقائه إنهم يهاجموهم، وساعتها ميرا وزوي بينطلقوا وهم بيغنوا وبيقدروا يتصدوا ليهم. ولما كيما بيشوف اللي حصل ده بيتعصب أكتر وبيبدأ يهاجم رومي اللي بتقدر تحمي نفسها بالسيف بتاعها وبتحاول تتصدى ليه بأي طريقة. وقتها بيبان إن كيما قوي جدا وبيكون على وشك إن هو يقضي عليها، لكن فجأة هجوم كيما بيقف. وساعتها رومي بتكتشف إن جينو هو اللي عمل كده، وده بعد ما قرر إنه يدافع عنها بنفسه علشان يحميها. ولما رومي بتشوف اللي حصل بتخاف جدا على جينو وبتطلب منه يبعد، لكن وقتها جينو بيرفض وبيعتذر ليها لأنه خذلها وبيعترف ليها إنها فعلا قدرت تغيره ورجعت ليه روحه من تاني، وعلشان كده هو قرر يرد لها اللي هي عملته ويضحي بروحه علشانها. وفجأة جينو بيموت وبيتلاشى قدامها لحد ما بيختفي تماما. فبتتأثر رومي وبتحزن جدا على موت جينو، وعلشان كده بتقرر تنتقم وبتبدأ تهاجم كيما بكل عنف. وبتفضل تغني هي وأصدقائها وبيوحدوا أرواح كل الجمهور اللي بينضم ليهم وبيبدأ يغني معاهم بصوت عالي. وبسبب اللي حصل ده الأرواح بتتجمع على كيما وبتقضي عليه تماما. وفجأة درع الهنومون الذهبي بيكتمل وبينتشر في كل مكان، وساعتها الجمهور بيفرح وبيتحمس جدا وبيفضل يغني مع رومي وأصدقائها اللي بيكونوا فرحانين قوي لأنهم قدروا ينقذوا العالم من الشياطين للأبد. وبعد فترة من اللي حصل بنشوف رومي وأصدقائها وهم متجمعين في الحمام العمومي وبيكونوا فرحانين جدا لأنهم هيقدروا يرتاحوا براحتهم خلال فترة الأجازة ويفضلوا هم التلاتة يتكلموا ويعترفوا إنهم بيحبوا بعض. وبعد شوية بنشوفهم وهم ماشيين في الشارع وبيحتفلوا بفترة الأجازة، لكنهم لما بيشوفوا المعجبين بتوعهم من بعيد بيتحمسوا جدا وبيروحوا يسلموا عليهم. وبكده بينتهي الفيلم بتاعنا. لو عجبك الفيلم ما تنساش تضغط لايك وتشترك في القناة علشان
تشوفوا الأفلام اللي فاتت واللي لسه جاية. سلام.